يلا يا حلوين كده نسمي الله ونفتح العجان مع بعض. انا كنت جايباه بقالي كده كام شهر وبصراحه ما فتحتهوش خالص وما استخدمتهوش. زي ما انتم شايفين كده يعني حتى ما عرفتش هو شغال ولا لا. انا فتحت بقى العجين كده، الحله بتاعته طلعت كبيره وحلوه وطريقته كمان طلعت سهله وما فيهوش حاجه يعني مش هنعرف نستخدمها. هو كان فيه الزرار بتاع السرعات والزرار اللي بنفتح منه العجان وبنقفله، وما فيهوش اي حاجه تانية خالص. بالشكل ده هنضغط على الزرار اللي تحت بيفتح. طريقته سهله جدا وطريقه استخدامه بسيطه قوي يعني. الحله بتاعته ما شاء الله كانت حلوه وكبيره. كان لي معاه 3 اسلحه، السلاح بقى بتاع العجن والسلاح بتاع مضرب الكيك، ودوت تقريبا السلاح اللي بنقلب بيه لو السوائل الحاجات الجافه يعني المكونات الجافه وكده. اعتقد يعني معرفش ليه استخدام تاني ولا لا السلاح التالت ده. فممكن لو حد عارف يبقى يكتب لي كده في التعليقات ده ليه ايه استخدامه يعني. انا همسكه بقى كده اغسل الحله وابتدي اعجن فيه على طول. هنعمل فيه شويه قرص طريه بجد تحفه. بس هو مش جاي معاه حاجه تاني، هم دول ال3 حاجات اللي جايين معاه. وفي بقى غطا كده عشان لو بنعمل اي حاجه فيها سوائل وبتطرطش بره انا فرحانه بيه جدا يعني. بتطرطش بره الحله نبقى نغطيها بالشكل بقى بتاع الطبق ده. هبتدي بقى اعجن. انا هعمل كيلو دقيق، هنعمل قرص طريه. انا هعمل كيلو دقيق بقى خلاص، العجان ده يسهل عليا ان انا اعجن. هفضي كده كيلو دقيق زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى على كيلو دقيق كده بمعلقه كبيره من البيكنج باودر. لو هنعمل نص كيلو دقيق 3 كوبايات من الدقيق بس هنحط معلقه صغيره. انا حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر. وهنزل عليهم بباكيتين خميره. الجو ساقعه وكيلو دقيق بحط عليه باكيتين خميره. وكمان لو الفرن دافي بحطها فوق البوتاجاز عشان تخمر كويس. انا نزلت ب5 6 معالق كده من السكر، يعني نص كوبايه سكر على كيلو الدقيق. مش تطلع مسكره خالص يعني. هنقلب كده مع بعض. وانا بحب طعم السمسم في القرص. هنزل عليهم كده ب3 معالق من السمسم وهقلبهم مع بعض. ما تنسيش بقى رشة الملح. انا هجهز جنبي بقى كوبايه كده، كوبايتين من السوائل. هحط كوبايه من الميه الدافيه وكوبايه كمان من اللبن. انا كانت اللبن دفيته كده في الميكرويف، ما كانش عندي لبن رايب. روبت اللبن بمعلقه خل صغيره. وطبعا اللبن طول ما هيضيف معاكي هيروب بسرعه وهيبقى يعني حلو قوي في القرص. ما عندكيش لبن ممكن تحطي كوبايه زبادي مع كوبايه الميه الدافيه دي، هتظبط لك الدنيا. انا هنزل اول بكوبايه الميه. شايفين اللبن راب ازاي؟ عشان كان دافي. انا سخنته في الميكرويف كده الاول 30 ثانيه. وبعدين هبتدي العجينه بقى. حطيت كوبايه الميه ابتديت اعجن شويه ونزلت عليها بكوبايه اللبن. هي تحتاج معايا نص كوبايه ميه تاني. يعني كيلو الدقيق اخد معايا كوبايتين ونص، وحسب طبعا نوع الدقيق. وانا هنا ما كنتش عشان مش ماسكه العجينه بايدي فمش عارفه اقيمها قوي يعني. ابتدت تلم معايا بالشكل ده. اول ما لمت معايا نزلت بكوبايه كبيره من السمنه. وانا هنا مش راضيه اكتر لكم السمنه قوي. انا حطيت كوبايه من السمنه والزبده، ما كانش معايا عندي سمنه بلدي. فحطيت كوبايه من السمنه العاديه عليها كام معلقه من الزبده. ودي كانت كوبايه كبيره 300 جرام. قلبتهم بقى حلو. وهي لما حطيت السمنه ابتدت العجينه بصوا ابتدت تلم. انا عايزه العجينه، شفتوا لما رفعت السلاح بتاعت العجان انا مش عايزاها تلزق ولا في ايدي. لو بتعجني بيها خلاص ما بتلزقش. ولو هتطلعيها كده في العجان تبقى السلاح بتاعها ما فيهوش اي حاجه. شايفين العجينه اصلا كانت طريه ازاي؟ كانت طريه بصراحه وحلوه قوي. هرجعها تاني العجان ومعلقتين زيت كده. هلم العجينه معلقتين 3 زيت بس مش اكتر من كده عشان القرص ما تنشفش مني. شايفين الكميه؟ انا هحطه بقى والم العجينه بمعلقتين الزيت دي عشان اعرف امسكها وتبقى ما بتلزقش في ايدي لان العجينه طريه. الزيت اللي في العجينه ده اللي هيخليني مش هعرف ان انا هعرف المها كويس. شايفين العجينه اصلا كانت طريه ازاي؟ طريه جدا جدا وسهله بقى في التشكيل وكل حاجه. انا برضو في نفس الحله بتاعت العجان حطيت نقطتين زيت وحطيتها غطيتها وسبتها تخمر. انا سبتها تقريبا ساعه الا ربع. وكنت غطيتها بقى بورق فويل عشان تختمر كويس وكده. شايفين بقى شكلها واختمرت ازاي؟ هي كمان كانت عايزه وقت اكتر من كده بس عشان الدنيا ساقعه انا مسبتهاش وقت طويل. سيبيها وقت اطول من ده تديكي نتيجه هايله. انا سبتها بس ساعه الا ربع ويمكن اقل كمان. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه ازاي اصلا؟
قطعيها بقى. انا قعدت ادور على قطاعه ما لقيتهاش، فاخدت كده بايدي. اعملي كده بالويم يعني بايدك، كل واحده قد التانية. عندك ميزان حطيها على الميزان، ما عندكيش ميزان ومفيش القطاعه اعمليها زي ما انا ما بعمل كده. انا كورتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لسه ما ولعتش الفرن خالص. هعمل اول صاج وابتدي ابططه كده بايدي، مش محتاج اي حاجه تعمليه بيها، لحد ما هو هيختمر تاني. وبعد كده قمت حاطاه فوق الفرن وابتديت اكمل، وولعت الفرن يسخن على درجه حراره 180. كل صاج هياخد معايا في الفرن، يعني اول صاج ده اخد معايا 20 دقيقه، وبعد كده عشان كان الفرن سخن قوي تقريبا قعدت معايا ربع ساعه. انا سبتها كمان تلت ساعه كده فوق البوتاجاز. شايفين بقى عليت كمان ازاي واختمرت تاني. وهنا كان معايا معلقتين لبن سخنين سخنتهم وحطيت عليهم مكعب زبده، وهبتدي ادهن بيهم الوش. الصاج الاولاني دوت اخد معايا 20 دقيقه، تاخد معاكي في الفرن من 15 دقيقه ل 20 دقيقه على حسب الفرن عندك. انا الفرن بتاعي كان عالي وما اخدتش فيه وقت خالص. شايفين لونها طلع حلو ازاي وشكلها حلو جدا، مش قادره اقول لكم ريحتها في البيت كان عامل ازاي. انا رشيت عليها كده رشه ميه مع انها طريه جدا وغطيتها. شايفين بقى عامله ازاي؟ بجد حلوه جدا. هي سخنه، استنوا عليها لما تبرد. هما ما كناش قادرين نستنى، وكانوا لسه كنت لسه جايه من بره وعايزين شاي بلبن وقرص. بجد خطيره، جربوها. لو لسه بتشوفيني بقى لحد دلوقتي، لايك وشير للفيديو، وما تنسيش بقى كومنت حلو كده، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي مش مشتركه في القناه، استناكي تشتركي في القناه. شايفين بقى اللي صوتها كمان في البايركس، كل اللي كانت بتقعد اكتر وتختمر اكتر بتعلى كده وبتطرى وشكلها بيبقى تحفه وطعمها خطير. جربوها. ولو لسه بتشوفي الفيديو لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.